احنا كمصريين متعودين لما نتحط في موقف معين بنفتكر فيه إفيه بنحبه، لكن اللي هيحصل في البرنامج هو العكس. هنسمع ضيوفنا إفيهات وهنسألهم يا ترى فكرتهم بأي موقف بالظبط. الفنانة المتعددة المواهب ميسة حمدان، كل سنة وانتي طيبة ورمضان كريم. وانت طيبة والله أكرم علينا وعليكي وعلى كل المستمعين يا رب. انتي ليكي في الإفيهات؟ بحب اسمع افيهات طبعا، لو المشهورة هعرفها، بس الحاجات بقى اللي هي كده مستخبية لا، بس ان شاء الله هعجبك يعني. اهي فرصة ان احنا نسمعك إفيهات برضو جديدة تضحكك شوية. هبهرك كده كويس. يلا بينا. وبعدين بقى فيكوا في استعجالك ده، انت عايز تودي روحك في داهيه ليه بس يا جدع؟ اقعد بس عشان ما يحصلكش اللي حصل لعبد العظيم. عبد العظيم مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. طبعا إفيه الفيلم ده واحد صاحبي ما تعرفه. واحد صاحبي ما تعرفوش، انا افتكرت الافيه في عبد العظيم. دايما ليكي وجهة نظر تانية برضه. لا اصل هو اسمه عبد العظيم، فاهمة ازاي؟ تحسي زي عبعال كده، فاهمة ازاي؟ عين عبعال. ما تخلينيش اعمل لك ايه يا خوفي اللي يحصل لك زي اللي حصل لعبد العظيم. بحس ان الجمله ممكن اقولها المي، فاهمه ازاي؟ اللي هو احترمي نفسك بدل ما يحصل لك زي اللي حصل لعبد العظيم. وعندنا سواق بيشتغل في البيت اسمه عبد العظيم، فيعني هي راكبه، يعني دي التركيبه راكبه علينا. بس شكلك انتي اصلا اللي بتبعتي الناس ده حصلت لواحد صاحبي ما تعرفوش، فكره الفتي. يعني ممكن تسرحي بحد كده او حد يسرح بيكي؟ انا بتسرح بيا كتير، لكن انا اسرح بحد مش من النوع اللي احب، يعني لو عايزه لما عاوزه ان انا اسرح هسرح، بس في المجمل في حياتي الطبيعيه مش من طبعي ان انا اسرح بالناس، بس لما ببقى عايزه اعمل افيه بعملها. ومي شكلها كانت الضحيه رقم واحد ليكي. مي دايما يا عيني. مي ودانا هبله قوي برضه. بسم الله عيله هبل، يعني مش عايزه اقول لك، مش قلت لك حبيرك. لا دانا يا عيني غلبانه اكتر من مي، يعني الضحك عليها اسرع من مي. عملتي فيهم ايه اخر حاجه فاكراها؟ اخر حاجه فاكراها بعت مي معي ودانا البرنامج مقالب. انا ما رحتوش بس بعتهم هم، فاهمه قصدي ازاي؟ انا عارفه انه برنامج مقالب المفروض هيتعرض في رمضان الجاي، بس انا خفت من نوع المقلب ورحت بعت مي ودانا. سلمتيهم تسليم اهالي؟ بالظبط، قلت لهم بقى ايه الجمله اللي انت قلتي عليها؟ إيه؟ واحد صاحبي ما تعرفوش. روحوا برنامج عند واحد صاحبي ما تعرفوش. طب اسمعك الافيه التاني ده هيعجبك. سؤال رفيع يا باشمهندس بعد اذنك، انت مانع الفرحه تخش التاكس؟ عايزين نفرح، وحشتنا الفرحه. عيد ميلاد جرحي انا، عيد ميلاد جرحي انا، عيد ميلاد. بقول لك يا ريس ما تتقلب بينا وتخلص بقى. لا انا بضحك لان الاغنيه بتاعت عيد ميلاد جرحي انا دي انا عملت فيها فيديو كليب مع هاني شاكر. ايوه وانا صغيره عملت معاه اعلان الالبوم بتاعه، وانا كنت طالعه مش كده بضحك على حاجه تانية خالص، بضحك ان انا وانا صغيره كنت موديلز. في الاغنيه دي بالذات، في اغنيه عيد ميلاد جرحي انا فكرتيني بايام كانت لطيفه جدا. طب ده مبدئيا افيه بتاع الحلقه ان انت اللي كنتي الموديلز. كنت موديلز، انما ايه عروسه كده وانتوا في حياه ايه. كنت جميله. المهم على موضوع دي التكاسي بيعملوها فينا على طول. بيعملوا ايه؟ الموضوع اللي هو لو سمحت يا عم شغلينا حاجه تسلينا في الطريق، تلاقي فجاه حط شريط معرفش ايه واغنيه عامله ازاي وحاجه يعني مش متماشيه خالص مع المود الواحد قاعد فيه. طب وفكره الناس اللي ممكن تبقى كئيبه تبقى فعلا تحسي يا عم انت مانع الفرحه تدخل حوالين؟ في ناس كده، في ناس كده بطبعهم كده، دمهم سم ومتشائمه بطبعهم. وانا عايزه اقول لك برضو فتره من فترات حياتي كان عندي حته التشاؤم دي وتخلصت منها، واعرف ناس كتير قوي وجودهم نيجاتيف انرجي جنبي، يعني انا ما بحبش اقعد معاهم، فعلا بيمنعوا الفرحه وقدمهم زفت ودمهم تقيل وقعدتهم وحشه وكل حاجه فيهم كده كئيبه. يعني انا بامن جدا بالموضوع ده، ما بحبوش لا يجيبوا الفرحه ليهم ولا لغيرهم، فاهمه؟ تقطعي معاهم ولا بتعملي ايه؟ انا رخمه قوي في الحته دي، لما بقلب على حد بقلب على طول، يعني عارفه ما فيش بوادر. لو مجرد ما قلبت على حد تلاقيني فجاه قلبت يعني. مالك ولا هات هو اللي كسب. اديله عشان يعوض، اديله. مين اللي في موقف
يعني طلعتي منه بتشيتي وتقولي هو اللي كيس. تصدقي لما بروح برامج اللي هي بتاعت المسابقات بتغيظ لما انا بخسر. انت مش عايزه اقول لك باخد الموضوع بجد، ببين انه مش بجد، يعني عارفه تلاقيني بلعب ببين الموضوع مش جد خالص، بس تلاقيني جوايا بتحرق بقى وبتغاظ وعايزه اكسب وبتاع. هو اللي كسب. اخر حاجه قلتها في برنامج شكلك مش غريب لما كنت عاملين المسابقه دي وما في حد هيكسب وانا ما كسبتش، فكان في طبعا زميل لنا هو اللي كسب، فهو اللي كسب. فكلنا قلنا هو اللي كسب. بس انت عندك روح التنافس عالي. تصدقي من النوع اللي انا ببعد عن المنافسه، يعني ما بحبهاش، يعني ما بحبش احط نفسي في موضع منافسه. ليه؟ بتحسي ان الحاجات دي ممكن تقلل من مثلا تركيزك؟ بتضايقني، يعني بتضايقني نفسيا، لانه دايما للاسف الشديد احنا بقينا في زمن المنافسه فيه المفروض احنا نحب نحطها بين براكتس اسمهم شريفه، بس هي للاسف ما بتقلبش شريفه حتى لو كانت على هزار. بصي والله العظيم انا مش ملاك خالص، بس غصب عنك روح المنافسه بتولد عندك نوع من انواع، مش هسميه الضغينه، بس انواع الغيره، عارفه بتطلع منك الاحاسيس الوحشه. اسالك بقى سؤال مهم جدا. ايه اللي جرالك يا سرية؟ ايه اللي حصل؟ قولي لي عايزه ايه بالظبط؟ انطقي قولي عايزه ايه؟ عايزة ورد يا إبراهيم. نعم. عايزة ورد. ده انتي ليلتك مطينه بطين. ليه بقى؟ ليه؟ انا بكره اللي يهديني ورد يا شيخه جدا، ممنوع، وبحطها شرط من الاول وبجيبها بهزار، يعني فاهمه ازاي؟ اقول لو سمحت بس يعني كده بهزار، ايه هتفكر ان انت تجيب لي ورد، ولو جبته حرميه في وشك، ولو عايز تجيبه مصمم قوي بتحبه هات صناعي كمان. رخمه جدا. عايزه اقول لك انا فكره الورد اكيد حلوه، بس انا بحب الحاجات اللي بتقعد، ما بحبش فكره انه دي حاجه هجيبها وبكره الصبح هتدبل وحرميها، يعني بفلوسها نجيب حاجه احسن بكتير. الورد مكلف كمان، يعني بجد بفلوسه ممكن نجيب حاجه. وانت اللي هتشتريه يا ستي، ما تسيبيه هو اللي يشتري. بقى بغريه، فاهمه ازاي؟ اللي هو مثلا لو هتجيب باقه ورد بمبلغ معين هدي يا سيدي انسيين. حاجه بسيطه. غريشه. ايراد كام يا ميس؟ ايراد كام؟ ايراد كام؟ لا مش هتأمر قوي كده، بس يعني انت فهمتي، يبقى عنده سنسيبيليتي. احلى هديه تحب تجيلك هي ايه؟ زي اي حد يا اختي، كلنا بقول لك ايه الغالي تمر في ديامون، هقول له لا مثلا؟ لا طبعا اكيد، يعني بص اللي قاعد تعيش عناش في دور العفه، يعني اكيد لا. كل ما تبقى الواحد بيجي له هديه حلوه وجميله وغاليه وقيمه زي ما بيقولوا بننبسط اكتر. ده احنا يعني ده طبيعتنا البشر، يعني طبيعتنا احنا كستات كمان. اخر افيه. سؤال صعب. سوم الفنان يقول ايه لسوم الانسان؟ وحشتني قوي، ما تيجي بقى، انت فين؟ فيلم جميل وهو ابدع فيه، ودنيا كمان حبيبتي. السؤال الصعب بقى، ميس الفنانه تقول ايه لميس الانسان؟ طير انتي. تطير فين؟ طيري بقى. فكي عني شويه، ما ترخميش عليا، ما تخليش حبك لفنك يسيطر عليكي ويخليكي دايما متاخده ناحيه شغلك ومتاخده ناحيه تفكير في مستقبلك والتفكير في الحاجات دي، اللي هو ايه، تشيل، يعني اهدي كده شويه على نفسك. اكتر حاجه خايفه فنك او شغلك ياخدك منها ايه؟ والله بصي، السؤال ده ما تسالوش يمكن دلوقتي، يمكن لما ربنا لو كتب لي ان شاء الله وما عنسش واتجوز اخاف يمكن بعدين ممكن اخاف من المرحله دي، ان الواحد لما يتجوز بقى عنده عيال وبتاع بيبقى خايف ما يعرفش يعمل بالانس. لكن في الفتره دي لا، الحمد لله وقتي كله ملك نفسي وشغلي هو اللي يعني تقريبا واخد معظم الوقت. كل سنه وانتي طيبه، بجد اتبسطت جدا بالانترفيو، وكالعاده دمك خفيف جدا. يسترك ويرفع ما يرفع شأنك دنيا واخره. قادر يا كريم، وان شاء الله يجعله شهر الخيرات دايما علينا، وعسانا دايما من عواده، ويديم علينا الطمأنينة والسكينة في قلوبنا دايما يا رب. بشكر الفنانة اللذيذة جدا ميسة حمدان على وجودها معايا في الحلقة، واستنوني بكرة في حلقة جديدة من إفيه وجاوبني عليه. يلا سلام.